السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا النهارده حابب اتكلم في موضوع منتهي له 24 سنه، لكن في ناس بتقعد تنبش فيه طول الوقت، وهو موضوع نادي القرن الافريقي. الكلام ده موجه للاهلاويه فقط. القصه باختصار انه سنه 94 في مطلع 94 في شهر يناير قرر الاتحاد الافريقي تغيير معايير جائزه نادي القرن اللي كانت وقتها لحد سنه 94 بتحتسب بعدد البطولات، لكن في 94 قرر الاتحاد الافريقي يغيرها للاحتساب عن طريق النقاط. لكن بس خليني اقول لك انه وقت 94 كان الاحتساب عن طريق عدد البطولات. وقتها كان الاهلي 6 بطولات مقابل 4 بطولات لنادي الزمالك. حتى نادي الزمالك البطوله الرابعه اللي اخذها في نص شهر واحد من الاهلي، كاس السوبر اللي لعبوها، كاس السوبر الافريقي اللي لعبوها في جنوب افريقيا، كان في 16 واحد 1994. والجماعه بتوع الاتحاد الافريقي بداوا يتكلموا في الموضوع في مطلع يناير 94، يعني حتى قبل المباراه دي ما تتلعب وقبل ما الزمالك ياخد البطوله الرابعه في تاريخه. لكن احنا مش هنتكلم، مفيش مشكله، هم اخدوا 4 بطولات سنه 94 واحنا واخدين 6 بطولات. المفروض اللي مين اللي يزعل ومين اللي يحس بالظلم ان المعايير هتتغير من بطولات لنقاط. المفروض اللي يزعل النادي الاهلي. النادي الاهلي وقتها هو المتفوق ب6 بطولات افريقيه مقابل نادي الزمالك 4 بطولات افريقيه. واللي عايز يراجع المعلومات دي ورايا مؤكده جدا، ارجع وابحث هتلاقي كلامي مظبوط. فاحنا دلوقتي بنتكلم في فريق محقق 6 بطولات افريقيه مقابل فريق محقق 4 بطولات افريقيه. وحصل ان احنا كنسلنا موضوع البطولات وعدلنا المعايير خليناها لنقاط. لا الاهلي اعترض ولا الزمالك اعترض ولا اي فريق في القاره الافريقيه اعترض وقتها، والاهلي قبل الموضوع. وكمان في مباراه 16 واحد اللي هي كانت بتجمع الاهلي والزمالك في كاس السوبر، حصلت مشاكل كتيره في المباراه دي واعتراضات كتيره على الحكم. بناء عليها الاتحاد الافريقي وقف ابراهيم حسن لمده سنه دوليا ومحليا وكل حاجه، وكمان وقف محمد يوسف مباراتين علشان اخذ انذار احمر، ووجه انذار بقى نهائي للمدير الفني للنادي الاهلي وقتها ولمدير الكوره طارق سليم وقتها. وبناء على ده في 10 فبراير اخذ مجلس اداره النادي الاهلي قرار بعدم المشاركه في البطولات الافريقيه وانسحب تماما من المشاركات الافريقيه. بناء عليه صعد الاتحاد ووقف النادي الاهلي لمده 3 سنوات افريقيا، والاهلي زاد عليهم كمان سنه وفضل عازف عن المشاركه في افريقيا لمده 4 سنوات. خلال ال7 سنوات دول المفروض الزمالك بيلعب والاهلي ما بيشاركش لمده 4 سنوات منهم. الاهلي رجع سنه 98 و99 و2000. فاحنا لو اعتبرنا ان سنه 2000 محسوبه من الضمن، انا اتوقع انها لحد 99، فلو اعتبرنا سنه 2000 محسوبه من الضمن فالزمالك مستفيد لانه محقق بطوله سنه 2000 محسوبه له من ضمن البطولات اللي هو بيتكلم عنها، وهي البطوله الوحيده اللي هي كاس افريقيا ابطال الكؤوس الوحيده اللي حققها نادي الزمالك. الزمالك بقى خلال الفتره دي كلها، خلال ال7 سنوات، جمع كام نقطه وهو عارف ان المعايير بقى بالنقاط وان الاهلي كان هو اكثر بطولات سنه 94. العب بقى وشارك وكده، هو اللي ما عملش. هو اخذ بطولتين او 3 خلال الفتره دي، خلال ال7 سنوات، لكن مشاركاته يعني مثلا سنه 95 ما شاركش اصلا، سنتين طلع من نص النهائي، سنتين طلع من دور المجموعات. فجمع كام نقطه الزمالك خلال ال7 سنوات دول؟ جمع 12 نقطه. الاهلي لما رجع شارك في 98 و99 و2000 جمع 6 نقاط. لما جت تتحسب بقى فارق الاهلي عن الزمالك 3 نقاط فقط، وال3 نقاط دول هو السبب في ضياعهم. نادي الزمالك هو اللي ضيعهم على نفسه مش الاهلي. الاهلي كان ما بيشاركش. طيب اللي حطوا المعايير دي وقتها، اولا ظالمين النادي الاهلي لان هو اكثر بطولات من الزمالك في اللحظه دي. ثانيا ما كانش يعلم الغيب انه خلال ال7 سنوات مين هيشارك مين مش هيشارك، الاهلي هيلعب ولا مش هيلعب، الزمالك هيلعب ولا مش هيلعب، هياخد بطولات ولا مش هياخد بطولات، مين من الانديه الافريقيه ممكن يطلع ويتاهل، ما كانش يعرف. فاخذ المعايير دي كلها واقرها وبلغ بها الانديه كلها في سنه 94، وبناء عليه ما حدش اعترض تماما ولا اي فريق اعترض. الزمالك لما وصل لنهايه القرن ولقي نفسه انا جايب بطولات اكتر، الاهلي ما كانش بيشارك، جاي بقى يقول لك انا اكثر بطولات، انا اكتر بطولات، انا اكتر بطولات. اولا انت بتتكلم في بطوله الافرو اسيويه. بطوله الافرو اسيويه الاتحاد الافريقي من سنه 94 وهو قالها صريحه ان بطوله الافرو اسيويه ديت بطوله بروتوكوليه بين افريقيا وبين اسيا، فمش هتحتسب في نقاط نادي القرن. والاهلي والزمالك وكل الانديه كانوا عارفين الكلام ده. وقت 94 كان الزمالك محقق كام بطوله افرو اسيويه والاهلي محقق كام بطوله افرو اسيويه؟ الاثنين كانوا محققين بطوله واحده بس. الزمالك محققها سنه 87 والاهلي محققها سنه 88. فلما اتحطت المعايير في الوقت ده ما كانش في ظلم لا للاهلي ولا للزمالك، كل واحد بطوله. فلو اتحسبت مش هتفرق كتير، ولو ما اتحسبتش وقتها يبقى برضه مش هتفرق كتير، لان الفريقين متساويين في عدد البطولات الافرو اسيويه وقتها. فالموضوع ده
خلاص منتهي من سنه 94. نرجع دلوقتي نقعد نقول اصلا انا عندي 2 افرو اسيويه، الافرو اسيويه الثانيه انت واخدها سنه 97، يعني بعد المعايير ما اقرت وبلغ بيها كل الانديه ب3 سنين. فانت ما تجيش تتفق معايا اتفاق وتبقى حاطط ايدك على بقك وساكت والدنيا تمشي تمام، وبعد كده لما نوصل للنهايه تيجي تقول لي لا والله انا مش لاعب. لا، المعايير دي ما تنفعنيش، ده اسمه شغل عيال. واللي قاعد يتكلم ويهري في الموضوع ده ما بيفهمش او بيضحك على جمهوره. فانا عموما الكلام ده مش موجه للزملكاويه، موجه للاهلاويه فقط، عشان يكونوا عارفين يردوا ازاي على اي زملكاوي ممكن يناقشوا في الموضوع ده، وحتى يكونوا هم متاكدين من وضع فريقهم ومن احقيته بنادي القرن اللي اصلا الاتحاد الافريقي اعلن عنه سنه 2001 وتوج رسميا بنادي القرن. مهما فلان يقول ويعيد ويفتح القضيه وما يفتحش القضيه ويروح بقى الاتحاد الدولي ويعمل ويسوي، الموضوع منتهي. والاهلي في كل الاحوال كان عنده الاحقيه وكان سابق نادي الزمالك بكتير سنه 94 لما اتحطت المعايير دي، اذا كان بالبطولات او بالنقاط. طيب الزملكاويه بيتكلموا عن عيسى حياته وفساده وعن مصطفى مراد فهمي وفساده وان هو اهلاوي وان هو مطبخ الموضوع ده هو وكل الناس المنتميه للاهلي في الاتحاد الافريقي علشان يوصلوا الاهلي لنادي القرن. بالنسبه لعيسى حياته انا مش في حل ان انا ادافع عنه، الراجل له ما له وعليه ما عليه، انا مش هتكلم عنه، ما يخصنيش. انا اللي يخصني الاهلاوي مصطفى مراد فهمي ابن مراد فهمي الرئيس الشرفي للنادي الاهلي السابق وعضو مجلس اداره النادي الاهلي وقتها سنه 94. كان مصطفى مراد فهمي هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي المعين. مصطفى مراد فهمي كان في الاجتماع بتاع مجلس اداره الاهلي اللي اخذ قرار بالانسحاب من البطولات الافريقيه وايد القرار مع الاغلبيه، وفي نفس الوقت راح مع الاتحاد الافريقي كان موجود في الاجتماع اللي اقر فيه ووقع عليه ان هو يعاقب الاهلي بالحرمان لمده 3 سنوات. انتم متخيلين؟ يعني الراجل بيقوم بشغله ووظيفته فقط، ما بيعملش اي حاجه غير كده. راح الاهلي عمل وظيفته وحاول يحافظ على حقوق النادي، ولما راح الاتحاد الافريقي وقعد على مكتبه في وظيفته اللي هو السكرتير العام للاتحاد الافريقي، اخذ القرار مع الاتحاد الافريقي ونفذه ووقع عليه كمان بحرمان النادي الاهلي وبالعقوبات الكتيره اللي اتحطت عليه وقتها، حتى بايقاف ابراهيم حسن وقتها، وكل العقوبات اللي اتحطت على الفريق اقر عليها ووقع عليها. فواحد زي ده اعتقد ان هو مش فاسد، صاحب العقل يفهم. الراجل ده اهلاوي منتمي للاهلي، ما بينكرش ده ولا احنا بننكر ده، بس حتى هو بيقوم بوظيفته في الاتحاد الافريقي ووقع العقوبات على النادي الاهلي ما وقفش في وشها. فالكلام اللي بنقعد نقوله ونقعد نتهم بيه بعض وانه فلان فاسد وفلان كذا، حافظ على الفاظك وحافظ على لسانك. حرام عليك، انت لما تتهم حد بالفساد لازم يكون عندك دليل، مش مجرد اتهامات جزافيه كده وخلاص. احنا بنتكلم بالحقائق وبالوقائع اللي ما فيهاش اي اغلاط. على فكره انا المصادر بتاعتي من ضمنها مداخله تليفونيه لمدير الاعلام والعلاقات العامه في الاتحاد الافريقي وقتها سنه 94، وهو راجل افريقي اسمه كيفن، وعمل مداخله مع نادي الزمالك سنه 2020 واتكلم بكل صراحه وقال ان الجماعه اللي كانوا منتمين للنادي الاهلي وعلى راسهم مصطفى مراد فهمي كانوا بيقوموا بوظيفتهم فقط، وكانوا بينحوا انتماءاتهم جانبا اثناء تقلدهم للمناصب في الاتحاد الافريقي. وهو اقر بنفسه ان هو الزملكاوي الوحيد اللي موجود في الاتحاد الافريقي وقتها، يعني الراجل زملكاوي وطالع بيتكلم على قناه الزمالك، وكان بيشيد بمهنيه مصطفى مراد فهمي وكل المنتمين للنادي الاهلي في الفتره دي. فالموضوع لا فيه مؤامرات ولا فيه ظلم ولا فيه حاجه، وان كان فيه ظلم وان كان فيه مؤامره كانت هتبقى معموله على النادي الاهلي اللي هو اكثر بطولات من نادي الزمالك ببطولتين، كان الاهلي 6 والزمالك 4، واللي عايز يراجع ورايا يراجع هيتاكد ان كلامي مظبوط. انا هنا بدافع عن النادي اللي انا بنتمي له، وما عنديش اي مشكله جدا مع اي زملكاوي عايز يدافع عن حقوقنا، دي حاجه ترجع له. لكن انا واجبي كاهلاوي ان انا ابين للاهلاويه ايه الموضوع بالظبط وايه القصه، علشان يبقوا متاكدين من تاريخ ناديهم بالحقائق وبالتواريخ وبالوقائع الصحيحه. بس كده، انا مش هكتر كلام اكتر من كده، الموضوع ده الناس زهقت منه. لينا 24 سنه شغالين في الموضوع ده. نادي القرن، نادي القرن، نادي القرن الافريقي هو النادي الاهلي المصري، اعظم نادي في الكون، مفيش اي كلام تاني بعد الكلام ده. وانا ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده، لكن طلعت بس عشان اثبت بعض الحقائق والتواريخ وبعض الشهادات الزملكاويه في الموضوع ده. شكرا لكم، نشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله رب العالمين. سلام.